السلام عليكم. مقابر اليهود أو مترو غزة. مقابر اليهود بيطلقوها حماس والفلسطينيين عن الأنفاق اللي مبنية تحت الأرض. طيب، مترو غزة ده بيطلقوا الاسم ده اللي بالجيش الإسرائيلي على الأنفاق بتاعة فلسطين. بداية حفر الأنفاق ابتدى ما بين مصر وما بين فلسطين، قعد فترة طويلة. كانت مصر أو القيادة السياسية سايبة الأنفاق دي لحاجات كتير، منها إن يحصل تنفيذ شوية على أهل غزة. كان بيدخل منها طعام، بيدخل منها أدوية، وكانوا في برضه بيستخدموها ناس تانية لأغراض تانية، ولكن كان الغرض منها ان تحصل تفرقه شويه عن اهل غزه، لانهم مخنوقين جدا من كل ناحيه، فمش هيبقى انتوا واحنا عليهم. اسرائيل طلبت من مصر انها تغلق الانفاق، فردت عليها مصر فيما معناه ان احنا مش هنغلق حاجه لو المتضرر هو اللي يغلق. ده بدايه استخدام الانفاق. بعد كده الانفاق دي استخدمت من المقاومه الفلسطينيه ضد اسرائيل في اعمال عسكريه، بمعنى كانوا بيتسللوا عن طريق الانفاق دي، يعملوا عمليه ويرجعوا. كتير كتير حصل ان المقاومه الفلسطينيه استخدمت الانفاق دي لاغراض، وكانت كبيره جدا، اللي جعلت اسرائيل تبدا تفكر وتبص في ايه. الانفاق دي جايبه لنا خطر كبير، خصوصا الكلام ده في سنه 2004 كانت زادت جدا عبر الانفاق، كانت زادت جدا العمليات العسكريه ضد اسرائيل. ومن ضمن العمليات دي عمليه مشهوره جدا كلنا عارفينها، هي الاستيلاء على الجندي او الضابط الاسرائيلي اللي هو جلعاد شليط. جلعاد شليط اختطفوه عبر الانفاق وفضل محبوس هناك فتره طويله. ليه اسرائيل ما تعرفش كتير عن الانفاق دي؟ اولا لان الانفاق دي تحت المدن السكنيه من 15 ل 20 متر تحت الارض. وفي سنه 2005 لما انسحب الجيش الاسرائيلي من جوه غزه لحد دلوقتي حصل تطورات كبيره جدا في البنيه التحتيه في الانفاق دي، وبتتوغل تحت المدينه السكنيه. بعد كده حصل تطور في الانفاق دي ان هم مدوها من داخل غزه لخارج حدود غزه، وبيسموا اللي خارج حدود غزه دي الانفاق الخارجيه. ويمكن بعد انسحاب اسرائيل من غزه ده ادى برضه ان حركه حماس او المقاومه تنمي من الانفاق دي وتطور فيها، خصوصا في البنيه التحتيه، من اجهزه متطوره، اجهزه اتصال، تكنولوجيا حديثه، بقت تتبني بالخرسانه الاسمنتيه. حاولوا ان هم برضو يكبروا في الانفاق دي اكتر، خصوصا بعدها عن سطح الارض، بقوا يدوا مساحات كبيره او يعملوا مساحات كبيره تحت الارض. طيب، اسرائيل حاولت انها تقاوم السلاح الخطير ده، لان ده سلاح احنا بنعتبره سلاح مش موجود في ايد اسرائيل، رغم التكنولوجيا الكبيره اللي بتستخدمها اسرائيل في دباباتها وفي صواريخها وفي طيرانها وفي السلاح عموما بتاعهم. هم بيعتبروا ان الانفاق دي سلاح خطير هم مش قادرين يسيطروا عليه. حصل ايه؟ حصل ان هم بعد 2006 حاولوا ان هم يقاوموا السلاح الخطير ده، الا وهو الانفاق. طيب، عملوا ايه؟ استعانوا بامريكا، قاموا بتشكيل وحدات. الوحدات دي المفروض ان هي مدربه على الارض تحارب حاجه اسمها حرب عصابات. عملوا ايه؟ عملوا مدينه، عملوا مجسم كده في صحراء النقب زيه زي غزه بالظبط، بنفس المباني ونفس كل حاجه وبنفس الانفاق. طبعا هي كلفت عليهم تكلفه كبيره جدا، مش موضوعنا. بداوا هم يستعينوا بجنود واسلحه واجهزه غربيه من الدول اللي هي بتساعد اسرائيل، خصوصا امريكا. فبداوا يتدربوا على المجسم ده وكأن اجتاحوا غزه. معاهم برضو اجهزه استشعار عن بعد،
معاهم تكنولوجيا حديثه اللي بيها يقدر يستشعر تحت الارض هنا في ايه، في اجهزه، في تليفونات، في عوامل بشريه. فطبعا ده بالنسبه لرجال المقاومه، ويتمثلوا دلوقتي في حماس، ان حماس هي القائمه دلوقتي على قطاع غزه. وده كان سبب من ضمن الاسباب اللي تطور فيها الانفاق. ليه؟ مش علشان حماس هي كانت عايزه تطور، ولكن هم لقوا الفرصه اللي هو بعد السلطه الاسرائيليه عن قطاع غزه، واصبحوا هم المسؤولين عن قطاع غزه. فده اداهم الفرصه برضو ان هو يكون في وقت عندهم وان هم يطوروا من الانفاق دي، خصوصا ان في صحفيين حاولوا ان هم يدخلوا الانفاق دي، منهم صحفي لقناه الجزيره ومنهم صحفي فرنسي دخل الانفاق دي وشاف بعينيه، لان اسرائيل كانت بتقول ان الانفاق دي انفاق ضيقه، او الفرد من حماس كان بينزل الانفاق دي بيزحف على بطنه. الكلام ده مش مظبوط. لما جه الصحفي الفرنسي دخل الانفاق لقاها مجهزه تجهيز عالي جدا، لقى في غرف قياده، لقى في غرف متابعه، لقى في اجهزه متطوره جدا، ولقى ان النفق معمول بطبقه خرسانيه شديده او عاليه جدا، لدرجه ان في 2006 لما اكتشفوا ان في انفاق تحت غزه خرجت للمستوطنات، فعملوا ايه؟ اسرائيل بنت جدار خرساني تحت الارض علشان لما يحفروا نفق يلاقي قدامه جدار خرساني او حيطه خرسانيه ما يعرفش يحفر تاني، فيعمل ايه؟ فيرجع. ولذلك هم قالوا ان محدش هيقدر يعدي الجدار ده. العالم كله اتفاجئ، مش اسرائيل بس، ان في انفاق وصلتهم للمستوطنات في عمليه طوفان الاقصى. ازاي الناس دي قدرت بامكانيات ضعيفه جدا يحفروا الانفاق دي، وكمان حديثه جدا. الانفاق دي جواها اسلحه طبعا اللي بيستخدموها حماس، والكلام ده برضه من ضمن اسباب ان لحد دلوقتي هم مش قادرين يعملوا اجتياح بري. وكمان يذكر ان جو بايدن حذرهم من انفاق غزه. سنه 2005 حاولت اسرائيل تقاوم هذه الانفاق، دخلوا قطاع غزه وقعدوا فيه حوالي سنه ونص، ما قدروش يدمروا في الانفاق دي الا 5% فقط من هذه الانفاق. اللي عايز اقوله ان الانفاق دي سلاح خطير جدا ضد اسرائيل، وسلاح قوي في يد حماس. مش واخد بال حضرتك الاجتياح ده اتاجل كام يوم واتاجل كام مره، والخطه اللي اتعرضت او بحجه ان الخطه الاسرائيليه غير كافيه لدخول او اجتياح قطاع غزه. عمليه طوفان الاقصى كانت اكبر دليل في خطوره الانفاق دي على اسرائيل، ولذلك هم اتفاجئوا يعني ازاي احنا جيش لا يقهر. كانوا بيتباهوا بتكنولوجيا المراقبه بتاعتهم اللي هم وصلوا لها، بس بالعكس ده الجيش اللي لا يقهر. فالانفاق دي مهمه جدا جدا جدا، وتصرف عليها فلوس كتير جدا. وخد بالك ان داخل الانفاق دي لا يقل عن 220 اسرائيلي، سواء مدني سواء عسكري. وخلي بالكم ده من ضمن اسباب ان اسرائيل مش عارفه فين الاسرى بتوعهم. بعد عمليه طوفان الاقصى فكرت ازاي انها تقضي على الانفاق دي. منهم حد في الحكومه بتاع الاسرائيليه قال احنا نغرقها بميه، يعني عايز يملى الانفاق ميه. فوقفوا هنجيب كميه الميه دي منين؟ من البحر. طب احنا عمليه هتكلفنا تكلفه كبيره جدا جدا، زائد ان يصعب تنفيذها في الوقت. اسرائيل قالت ان احنا نضخ غاز الاعصاب داخل الانفاق دي، مش عارفين ان دي مدينه كبيره تحت الارض، محدش عارف يوصف الانفاق دي اخرها فين. ما هو ده برضه من ضمن ان حماس لحد دلوقتي قادره على انها تضرب صواريخ في عمق اسرائيل، وده بفضل برضه الانفاق، بفضل تجهيز الانفاق تجهيز عالي. فعلشان اسرائيل تدخل قطاع غزه
الموضوع بقى صعب جدا جدا بفضل الانفاق.